السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم كلاص عائلي بمكونات بسيطة. هذا الكلاص كيتحضر بسرعة وكيجي لذيذ بزاف وراقي في التقديم. نحضروه لوليداتنا يتبردوا فيه في هذه الحرارة. ودابا اجيو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، جوج ديال العلب ديال كريم كراميل ولا ياغورت كراميل، واحد الساشي صغير ديال فلون كراميل. عندي هنا مستحضر الكلاص، غادي نوريكم الباكيه ديالو كيف دايره. انا خديت هذا النوع، كاين انواع كثيره، ولا تقدروا ديروا غير لاموس فاني ولا حتى لا بودغ ديال الشانتيي. الكلاص ديالنا كيتكون غير من هاد المكونات. عندي هنا كاوكاو كونكاسي، تقدروا تستبدلوه باللوز، انا عندي كاوكاو هو اللي واجد، وتقدروا ما ديروهش، كيبقى اختيار. غنبداو على بركه الله. خديت هنا هذا البول كبير، غندير فيه الحليب، غندير هذا المستحضر ديال الكلاص. هاد المكونات انا كلها نزلتها في الكونجيلاتور واحد نص ساعه ولا ساعه ديال المكانه، غير باش يطلع لي هاد الكلاص دغيا. غنبدا نطرب. الخليط ديالنا كيف شفتوه بدا كيولي موس. غنزيد واحد شويه ونحبس. الخليط ديالنا هو ولا بحال لاموس. انا نخليه بهذا الشكل. غنزيد العناصر اللي باقا عندي. اللي ما بغاش يدير هذا الفلون كراميل يدير غير شويه ديال النكهه. غنزيد هاد كريم كراميل، درت العلب بجوج. غنطرب هاد العناصر.
الخليط ديالنا هو هذا، مبغيتوش حتى يتقال بزاف، خصو يكون بحال هذا الشكل. غنحيد هاد الطراب الكهربائي. غناخد هاد كاوكاو مهرمش، غندير واحد كميه، درت هنا واحد 3 المعالق، غنخلطهم مزيان مع هاد لاموس. نزيد واحد شويه، يجي بهذا الشكل. خديت هنا هاد المول ديال السيليكون حيت كيسهل الديمولاج. غندير فيه هاد الكلاص ديالنا، غنغطي على هاد الكلاص وغندخلو للكونجيلاتور. انا غنخليه ليله كامله، تقدروا تخليو واحد 6 سوايع. بعد ما بات ليله كامله خرجت الكلاص من الكونجيلاتور. كيف كتشوفوا كيجي بهذا الشكل. انا كندير هاد لي مول ديال السيليكون لانهم كيساعدوا. ناخذ هنا هاد البلا، غنزل فيه هاد الكلاص بهذا الشكل. نحاول ندير ليه تزيين بسيط. ناخذ الشوكولا، زينته بهذا الشكل بسيط كيف كتشوفوا، كنقدموه بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها لانها فعلا كتستحق. كيف شفتوا المكونات ديالها بسيطه والتحضير سهل واللذه خطيره. انا متاكده غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم وغادي تعتمدوها في هذا الصيف. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف عودتكم دائما سهله في التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.